كشري صومعة الجرح، يعني الطبق المتين اللي يثبت القرش بالقنابل الذريه. ننقع ربع كوبايه عدس بجبه في طبق وشويه ميه لمده ساعتين ونسلق المعكرونه اللي اشكالها معروفه للكل مش محتاجه اتكلم فيها كتير. معكرونه صغيره وسباكيتي مقسوم على نصين وينزل في ميه مغليه فيها رشه ملح وحبه زيت. ياخدوا سلقه محترمه وتترفع على مصفى مع غسله بميه ساقعه توقف تسويتها ونرش عليهم رشه زيت زيتون عشان في بعض ما يلزقوش. اما بقى بالنسبه للرز المصري الاصيل اللي مش هياخد مننا غير غسله محترمه وتنشيف المعيار تقدر تقول كوبايه تكفي الغرض. وبعد غسله وتنشيفها نجهز حلتنا ناخد حبه من زيت تحمير البصل اللي عملنا منه التقليه. ولو ما شفتهاش تقدر تشوفها في الفيديو اللي فات. يسخن ننزل عليه بالشعريه كتير او قليل دي حسب رغبتك. نشتغل تقليب لحد اما لونه يبقى ذهبي بس غامق شويه عشان برضو ننافس احسن المحلات. وعلى الشعريه ننزل بالرز ونقلب شويه تاخد قرمشتها وننزل بعدها باخر حاجه العدس اللي اتنقع ونفش ووزنه زاد. نقلب الكل لحد ما ياخد اللمعه وقرمشه التحميصه وننزل عليها برشه ملح وفلفل اسود وكمون ويتقلبوا ويدوبوا وننزل عليها بالميه المغليه لحد ما يغطي الوش او اقل حبه يدوب. ونخلي بالنا الكشري مش بيحتاج لميه كتير زي ما كتير بيتخيل وبتطلع مع معجن، لكن الاهم في النهايه نقلب الميه وعلى نار هاديه لحد ما يتشرب ويدخل في مرحله السوا. نقفل النار ونسيبه متغطي يكمل تسويته بالبخار ويتشرب كل الرطوبه ويبقى مفلفل معاه. وكده يبقى اهلا وسهلا بيك في